كسلانة كده وعندِك طاقة سلبية وعايزة تفضلي لابدة في السرير كده تحت الغطا وما تقوميش، وبعدين بقى طَب تعالي لي هنا كده وأنا أورّيكِ كده يوم بُصّوا يوم عالمي، يوم كلّه مشحون بالشغل، ويوم بصراحة من الأيام اللي بتكون بالنسبة لي مُجهدة جدًا ومُتعبة، بس بصراحة بنخرج بنتيجة كويسة أوي. هنقول اللهم بارك ونصلّي على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، وصحصحي لي دماغِك كده وفوّقي لي علشان خاطر هاقول لِك كلمتين مهمين. لكل سِت بيت بقى قاعدة في البيت كده ومأنتخة، وأحيانًا طبعًا ممكن يكون عندِك مشاكل، ممكن يكون عندِك حاجة شاغلاكِ، دايمًا مش بتبطّلي تفكير وبتفكّري في اللي راح وفي اللي جاي وعِشنا إزاي وهنعيش إزاي، والتفكير أكل مُخّنا على الآخر، ما فيش غير طريقة واحدة بس إنِّك تلهي بيها نَفْسِك وإنِّك تطلّعي التفكير من دماغِك، إنِّك تشغلي وقتِك. طول ما أنتِ عندِك وقت فاضي هتبدئي تفكّري بقى وهتتعبي نَفْسِك وهتتعبي على الفاضي، يعني رغم إننا بنكون مفوّضين أمرنا لله ومسلّمين أمرنا كُلّه لله، بس سبحان الله هي طبيعة البني آدم إيه، عايزة أقول لكم نكدية يعني بيدوّر على النكد بإبرة زي ما بنقول. دايمًا بنفكّر وبنجهد دماغنا وبنجهد مُخّنا، وأنا الكلام ده باقوله ليكم وليّا والله عامةً يعني، بس حابة إن أنا أشارك معاكم شوية، وإيه اللي خلّاني إن أنا أرجع تاني وأعمل بقى يعني أو نعمل بقى شغل من قلب البيت. أولًا وأخيرًا كل بيت بيكون فيه اللي مكفّيه يعني، مع إن عشان ما ندخلش برضه في تفاصيل، بصراحة لقيت الحاجة الوحيدة اللي يعني هتساعدني إن أنا أخرج من الحالة اللي أنا كنت وصلت لها يعني الشغل. تمام. الشغل من الحاجات المهمة جدًا، وكمان بما إن يعني يعني في الفترة دي كلنا محتاجين إن إحنا نضبّط نفسنا ماديًا علشان خاطر مصاريف الولاد ومصاريف المدارس والدروس وكل ده، فمحتاجين إن إحنا نشغل وقتنا، نستثمر وقتنا زي ما بنقول. منّي طالما عندي وقت أقدر إن أنا أشتغل، فهاشتغل وكمان هاشغل تفكيري وهاشغل دماغي بحاجة مفيدة. تمام. فتعالوا بقى قضّوا معايا كده يومين، بس هنقول يومين إيه، قضّوا معايا شوية كده من يوم والله العظيم كُلّه تعب، بس الحمد لله بفضل الله طالما الواحد بيخرج بحاجة آخر اليوم، يعني حتى لو باخرج ب50 جنيه في إيدي فدي كويسة جدًا أهي مصاريفي اليومية للولاد، فالحمد لله. تعالوا بقى كده أقول لكم بديت يومي إزاي علشان خاطر ما أطوّلش عليكم، والكلمتين والله اللي أنا قُلت لهم دول مهمين جدًا، اشغلي وقتِك علشان خاطر ما تتعبيش نفسيًا. ودايمًا اذكري الله ودايمًا قرّبي من ربنا، صلّي واذكري الله واقرأي قرآن، وإن شاء الله الله المستعان، الهموم اللي هي داخلة كده على البيوت دي سبحانك يا رب بإذن الله هتروح لحالها. أهم حاجة نكون على يقين إن ربنا ييسّر لنا أمرنا والجاي أحسن. تمام. اليوم دوّة أنا بدأته بصراحة ما بدأتش بدري، يعني بدأت الساعة إيه 10:00 كده. واليوم ده كان مطلوب منّي 3 تُرَط، ال3 كانوا مقاس 18. تمام. دايمًا بيتطلب منّي المقاس ده ويمكن قُلت لكم قبل كده لإنه مقاسي كويس وما شاء الله سعره كويس يعني. فأنا خبزت صاج من الكيكة 40 في 60 وركنته على جنب يبرد بقى، وقُلت إيه، يعني نعمل أكلة كده حلوة برضه. الشتا بصراحة باحب الأكلات اللي زي كده. عندي بامية مخزّناها في الفريزر وكان عندي برضه كيس مرقة في الفريزر، رُحت مخرّجاه أول ما المرقة غليت، البامية وهي متجمّدة بتلجها، رُحت مفضّياها في المرقة أو في الشوربة وسِبتها غلِت عليها غلوة كده ونقلتها على عين تانية علشان خاطر نبدأ إن إحنا نخَد عليها ونضبّطها بقى. طيب يعني أنا بصراحة يعني استغلّيت الوقت شوية، قُلت على ما الكيكة تبرد أكون عملت أكل للولاد علشان خاطر لو خلّصت الأوردرات بتاعة الناس بابقى بصراحة تعبت من الوقفة بقى تزيين التورت ومش عارفة إيه والشغل في المعجنات، فبابقى بصراحة فصلت أوي. فممكن بقى أستهبل وأقول إيه الولاد ياكلوا أي حاجة، يعني يقلوا بطاطس، يسلقوا بيض، يعملوا شوية مكرونة. فقُلت لأ، أعمل أكلة على أساس بس إن هُم يعني اللي يرجع من درسه يلاقي الأكل موجود ياكل بقى وما اشغلش بالي بقى خلاص بالأكل وهياكلوا إيه ويعملوا إيه. فعملت زي ما قُلت لكم كده وحطيت طاسة على النار فيها شوية زيت، وكان عندي بقى قطعة من اللي هي الضاني بتكون ممتازة أوي مع البامية بصراحة. سيّحتها مع الزيت وقطّعت بصلاية كبيرة قطع صغيّرة، أول ما اللي هي ساحت مع الزيت كده حطّيت البصلة وأنا واقفة والله باقلّب البصلة شوية، رُحت بقى جايبة راس توم مقشّراها وفارماها كده في الهون،
وهاخد بقى يعني اكتر من نص قرن فلفل احمر حامي بقى، هيخلي الباميه دي بصراحه تحفه. وانا بقى مش فاضيه بقى ان انا اعمل ايه طشه للباميه واقعد وقت طويل اطبخ، يعني انا قلت ايه هي اخرها معايا في حلتين، حله هسلق فيها الباميه والتانية هخدع فيها. عايزه اعمل اكل زي بنقول ايه شقلب وقلب، مش فاضيين يعني احنا مش هنقعد طول اليوم نطبخ. فبعد ما قلبت بقى الشطه مع البصله شويه، كنت دقيت التوم ونعمته. هجيب بقى اخد ايه يعني تقريبا معلقه كبيره كده ممسوحه من التوم، وهحطها على طول على البصله. قلبي بقى التوم والبصله مع الشطه، يا سلام بقى على الروايح بقى اللي هتخرج معاكي، وريحه اللي هي الضاني دي تحفه قوي يعني. انا بحبها بصراحه مع الخضار. وعامه انا بحب اللحمه الضاني، يعني بحب الكفته الضاني وبحب اللحمه الضاني، وبصوا يعني حاجه من الحاجات الحلوه اللي يعني انا اعرف كتير قوي من اللي حواليا مش بيحبوها، بس بصراحه انا بحبها يعني. فاللي يجي على نفسك كليه، الحاجه اللي انت بتحبها كليها، يعني كل اللي يعجبك، وبرضه البسي اللي يعجبك. فاول كده ما ريحه التوم ظهرت مع البصل، على طول بقى احط الطماطم. واوعي تنسي تحطي لي اللايك وتكتبي لي كومنت كده، شجعيني بقى، مش هيبقى خراب من كله يعني فتشجيعاتكم مهمة يعني بالنسبة لي والله، فربنا يحفظكم جميعا. المهم كنت عصرت كده شفشق طماطم وحطيته على طول على البصلة، وهنسيبه يتسبك بقى، نقف جنبها مش فاضيين نقف جنبها. هنعمل ايه؟ كنت عايزة اعمل جنب البامية شوية بتنجان مدحرج، اللي هو البتنجان المخلل، بس ادحرجه في الزيت اقليه يعني بمعنى اصح. بعت الولاد يشتروا ما لقوش، قلت مش مشكلة هقلي بتنجانية رومي وخلاص. تعالوا بقى اما نعمل شويه دقه، بصوا تحفه. فصين 3 توم وقرن فلفل حامي مع واحد مش حامي وحبايتين طماطم، هقطعهم بقى بالشكل ده كده. بس ما تحطش الطماطم غير لما تنعمي الفلفل مع التوم مع شويه ملح يعني. بعد كده هتبل بقى رشه فلفل اسود، رشه كمون، وشويه خل، شويه زيت، وعصير ليمونه. ما تحطيش توابل اكتر من كده يعني، الدقه دي والله لوحدها اصلا طعمه جدا ولذيذ. خلاص كده جاهزه بقى معانا البتنجان، وهاخد عليها شويه خضره بقى مشكله. خضره. بصوا لما بكون جايبه خضره كتير بقطعها واحطها في الفريزر بعد ما اغسلها طبعا وتنشف، بتنفع بقى. انا هعمل بتنجانيه واحده بس، ما شاء الله اللهم بارك، البتنجانيه دي كبيره مش صغيره يعني. فانا قلت علشان خاطر اريح دماغي، بصوا غدا وعشاء علشان ما حدش يجي يقول لي احنا هناكل ايه، هو الاكل عندكم بقى. فروحت جايبه البتنجانيه قطعتها بالشكل ده كده، وهاخد عليها رشه ملح. لو طبعا عندي وقت كان يفضل البتنجان الرومي اللي زي كده يتنقع في الملح لما ينزل الميه بتاعته علشان خاطر ما يشربش زيت. فبما اني خابزه الكيكه معاكم وعايزه اخلص طلبات الناس علشان اسلمهم الاوردرات بتاعتهم على مواعيدها، فعايزه انجز. هنا بقى الصلصه كانت ما شاء الله اتسبكت، حطيت عليها ملح ورشه سكر وشويه فلفل اسود وشويه كمون ورشه بسيطه خالص من الكزبره، لو عندك. ما كانش بصراحه عندي فاستكفيت باللي انا حطيته. كمان حطيت الطاسه دي، هنبدا بقى ان احنا نقلي فيها البتنجان. والباميه نقلتها على عين اصغر بقى لانها ما شاء الله اصلا قربت تدخل في السوا، قربت تستوي يعني. ما شاء الله بصوا بقى البتنجان والصلصه والكيكه والباميه روايح يا كوكتيل من الروايح كده، حلوه قوي. طبعا هقلب البتنجان، حتى والله الولاد استغربوا، قالوا هو انت بتعملي الاكل بدري ليه يا ماما؟ قلت لهم انتوا ناسيين احنا ورانا شغل. قالوا لي اه ساعات بتستهبلي كده وتقول لنا كلوا اي حاجه فقلت لهم هو اي خدمه علشان ما اضحكش عليكم. فخلاص هنا بقى كانت الصلصه اتسبكت، والباميه ما شاء الله يعتبر استوت. بقى ان احنا نفضي الصلصه على الباميه. بصوا بقى انا بفضي الصلصه واحده واحده واقلب، علشان خاطر لو الباميه ما احتاجتش كل كميه الصلصه اللي انا عملتها ما اضيفهاش. لكن هي بصراحه كانت يا دوبك عليها. هغطي على الباميه كده واسيبها تاخد وتدي مع الصلصه لحد ما تكمل سوا وتكون ممتازه. هنا بقى اول رصه من البتنجان خلصت، هعمل الرصه التانية. وبصراحه ده اكل يومين يا جماعه يعني. بصوا دايما دايما يعني لما بطبخ اكل اليومين. فالحمد لله ربنا يديمها نعمة يا رب، ويحفظها من الزوال، ويجعل يعني نفسنا كلنا حلوة يعني، ناكل الاكل البايت والاكل اللي مش بايت، ما فيش حد يتبطر على نعمة ربنا يعني الحمد لله. كمان قليت فلفل وقليت شطة، وتبلتها بشوية دقة من اللي موجودين. وبكده نكون خلصنا من الغدا بقى، واركين الغدا ده على جنب، وتعالي بقى نشوف طلبات الناس. طيب دلوقتي هتكون الكيكة بردت وبردت، وهنقطعها وتطلع معانا زي الفل علشان خاطر نبدأ نزين بطريقة سهلة وبسيطة. تمام.
اذكري الله وصلي على النبي، صلي على النبي كده في قلبك. هنا بقى علشان ما تدوشكوش انا بزين معاكم تورت كتير. جبت التورت وغلفتها، وبصراحه التصوير اصلا متعب جدا، يعني ان انا اصور التورت دي وانا بزينها وانا بغلفها وانا بعملها، بصوا والله العظيم كنت هتعب قوي يعني. يمكن انا عظمي واجعني شويه لما بخلص والله تزيين، فعلا بكون تعبت. بس قلت لا، انا لو صورت التورت كمان الفيديو هيطول، وانا بصراحه مش قادره وعايزه انجز، خاصه ان انا المفروض لسه هعمل معجنات فما عنديش وقت. فانا غلفت التورت بقى وبعملها معاكم كتير، وهبدأ بقى ازينها بشكل بسيط جدا. وكانت دماغي واقفة بقى، اللي هو احط التورتيه قدامي ازينها بانهي شكل، طب اعمل ايه، طب مش عارفه ايه. التورتيه الوحيده بصراحه اللي كانت سهله بالنسبه لي التورتيه اللي تحت ايديا دلوقتي، لان اللي كانت عايزاها كانت بعتت لي الشكل من الاشكال اللي انا بعملها، قالت لي اعملي لي الشكل ده، فدي بتكون مريحاني انا كده كده، هي طالبه الشكل وانا بشتغل على طول. لكن لما يكون اشكال مش مطلوبه تلاقوني بقى محتاره لها بقى اعمل لها ازاي دي ولا اعملها ايه. فالاتنين دول بقى بصوا طلعوا معايا بالشكل ده، بصراحة مش وحش، حلو. كله حلو. بصوا بقى التورتيه دي جميلة جدا، والتورته برضو اللي فوق حلوة، واللي تحت برضو حلوة، ودي برضو انا اخده الفكرة من واحدة كانت بعتت لي تورته عايزة اعمل زيها. تمام، فطلعت معايا بالشكل ده، حلوين. نركنهم بقى في التلاجة، بصراحة والله انا ما ركبتهمش في التلاجة بقى لان الجو تلج اليومين دول، انا سبتهم بره كده، بس خرجتهم بره المطبخ شوية علشان خاطر بقى نكمل بقى عجن، بس علشان خاطر نكون واضحين قبل والله ما اشتغل في التورت. الرخامة طبعا انا كنت بقشر عليها توم وكنت بجهز عليها الغدا، بصوا غسلتها، وبعد ما غسلتها كمان رحت مسحها ومطهراها ومعقماها بالخل علشان خاطر اكل الناس بقى. هنا بقى كنت بصراحة خبزت المخبوزات اللي كانت مطلوبة مني، وتعالوا بقى نوزن مع بعض كده الميني بيتزا، ما شاء الله سخنة بقى وطرية وطازة، وبالظبط دلوقتي كان المغرب بيأذن. فبصوا كانت طازه، ويوم دوت انا كنت صايمه، يا سلام بقى رحت اكلالي بقى واحده مني بيتزا طريه وسخنه كده وطعمها زي الفل. عملتها معاكم طبعا كتير، هتلاقوها على القناه، بصوا بقى الطروه، يا سلام حاجه كده تفتح النفس صحيح. وخلاص هانت بقى وقربت اخلص شغل الناس وهقعد استريح، بس بصوا بقى انا خايفه الف ورايا، الحوض كان مليان مواعين والله. يا شكله يخض. بس هنعمل ايه، هنستريح شويه ونواصل يعني. هنا بقى كنت بغلف الميني بيتزا، وبكده نكون عملنا بقى الاوردرات بتاعت الناس، وبألف هنا وشفا اللي راحت لهم. اتمنى حلقتنا النهارده تكون عجبتكم، وان شاء الله كده خلي عندك امل وطاقه ايجابيه.